ده هو أرس عيل غلبان راجع من شغله والدنيا تمام. تاني يوم صحى راح شغله، هوب أيوه سكتة قلبية يا صديقي. ومن هنا تبدأ حكاية الأنمي بتاعنا. والواد أول ما بيفتح عينه بيفكر نفسه في المستشفى، ودي الممرضة بتاعته أول ما بيشوف شكله بينصدم على الآخر. وبنعرف بقى إن هو اتولد من جديد في العالم ده وشكله هيخرب الدنيا. وفعلا بعد 3 سنين بنلاقيه اتعلم القراءة والكتابة في عمر صغير جدا، وبتكون الخادمة مصدومة على الآخر. ولحسن حظه اتولد في مملكة أسمور، بالتحديد في بلد اسمها دارين، وابوه بيكون هو الحاكم بتاع البلد دي. وبنشوف أرس بيتمشى في القصر والكل بيحبه على الآخر، ولفت انتباهه الجنود وهم رايحين يتدربوا، وقرر إن هو هينزل يتفرج عليهم. وأرس بيلفت انتباهه 2 من الجنود وهم بيتدربوا، والكل بياخد باله إن هو موجود وبيصبح عليهم كلهم. وأرس بيبص كده وبيشوف القتال، وبيلاقي واحد محطوط عليه على الآخر وبيفعل عليه مهارة التقييم. أيوة دي هي مهارة أرس يا جماعة. وأرس بيعرف إن هو رامي سهام ممتاز وإنه هيكون جامد أوي فيها، وبيروح يقول له بقول لك إيه، ارمي الرمح اللي في إيدك ده على جنب وهات لي قوس وتعالى. بس الجندي بيكون مستغرب على الآخر لأنه عمره ما مسك قوس قبل كده. وأرس بيقول له ما تسمع الكلام يا عم أنت. وفعلا الجندي بيمسك القوس وبينشل على الهدف، والمفاجأة إن هوبا السهم بيرشق في نص الهدف، والجندي وكل اللي حواليه بيكونوا مصدومين على الآخر ومحدش مصدق ده إيه الجمدان ده يا جدعان. والجندي بيقول له ده أكيد كانت صدفة، وبيجرب تاني وتالت ورابع بس النتيجة كانت واحدة. وبقية الجنود بقى بيتلموا حواليه وبيقولوا له عملتها ازاي دي يخرب بيت جمدانك. وفي واحد من الجنود بيسأل أرس عرفت ازاي، وكلهم بيتلموا حواليه، ولما بيشوف الوضع كده بيتهرب منهم وبيمشي. وبعد شوية كده بنلاقي أرس قاعد بياكل مع والده، وده بيكون ريفين حاكم البلدة اللي هو فيها. وبنلاحظ أرس مبهور بقوة باباه وبيقول ده أقوى واحد شفته في حياتي. وهنا ريفين بيقول له أنا عارف إن أنت نزلت ساحة التدريب واكتشفت قدرات واحد من الجنود، وبيقول له استمر على اللي أنت فيه وهتبقى شخص جيد جدا في المستقبل، وإن البلد بتاعتنا داخلة على حرب قريب فاستعد وساعدني. وأرس بيفرح جدا بالكلام، وبعد ما بيخلص أكل بيتنكر كده وبينزل يتمشى في المدينة وبيفعل قدرته على كل الناس عشان يشوف حد قوي ويضمه للفريق، بس مش لاقي حد خالص وبيزعل جدا. فجأة بيلاقي واحد اترمى في الشارع والناس كلها بتتنمر عليه، وده بيبقى بسبب إنه من عرق الملكان ودول بيبقى عندهم عبيد. وهنا أرس بيروح عليه وبيقدم له الطعام وبيعرف إن اسمه ريت، ولما بيفعل عليه مهارة التقييم الواد بيتخض جدا من اللي شايفه. أيوة ده تاني أقوى واحد شافه بعد أبوه. وريت بيشكره على الطعام وبيسيبه ويمشي، بس أنت فاكر إن أرس هيسيبه كده؟ لأ ده بيطلع يجري وراه وبينده عليه وبيعرفه إن هو يبقى ابن ريفن حاكم البلد دي. ريت بقى لما بيسمعه بيتصدم وبيقول إيه الهبل ده، وما بيصدقوش وبيشكره على الطعام من تاني وبيسيبه ويمشي. أرس بيقول له جرب ومش هتندم، لو جيت معايا هجيب لك كل الأكل اللي أنت بتحلم بيه. قال ريت بيغير كلامه وبيروح معاه، وأرس بيوافق كلامه وبيجيب له أكل كتير جدا وبياكلوا سوا. بعد كده بيروح عند والده بيقول له أنا عاوز ريت يعيش معانا في القصر ده ويبقى تابع لينا، ولكن الأب بيرفض طلبه وبيقول له إن ده ممنوع تماما، وبالذات إن هو من عرق الملكان. وبيقول له أنا متأكد إن ريت بيمتلك قدرات جامدة جدا ويمكن في يوم من الأيام يبقى زيك، ومع احترامي ليك طبعا ممكن يكون أحسن منك. وريفن بيقول له أنا ممكن أوافق في حالة واحدة بس، لو قدر يلبس في مبارزة. وأرس بيكون واثق من ريت وبيوافق على طول، وبيكون وصل ساحة القتال وبيستعد. وريفن بيخلي الجنود تجيب ساعة رملية وسيوف على طول. أول ما بدأ القتال ريفن هجم على ريت بدون أي رحمة، وبتكون قوته مرعبة جدا، وريت مصدوم من الوحش اللي قدامه، وريت ما عندوش أي فرصة إنه يعدي الاختبار. وبوم بياخد خطة بتجيبه الأرض، والواد صعبان عليا على الآخر وبيقاوم وبيحاول يقوم وبيبص على أرس وبيقول لأ ده الشخص الوحيد اللي واثق فيا واستحالة أخيب ظنه. والواد ملامحه بتتغير وبثانية بيهجم على ريفن بكل قوته وبيشتته وبينط في الجو وبيهجم عليه، وبوم بيضربه بالسيف بس بيقدر يصدها على آخر لحظة. فجأة بينزل السيف وبيقول له عاش عليك، وبنعرف إنه قدر يلمس شعره منه وبالتالي يبقى نجح في الاختبار. وكمان بيقول لأرس إنه فخور بموهبته على اكتشاف قدرات الناس، وأرس بتبسط على الآخر. وبعد مرور شوية وقت ريت بدأ حياته الجديدة من تدريب ومذاكرة وغيره. وفي الوقت ده أرس بيعرفه إن المملكة بتاعتهم كانت عبارة عن 7 بلدان وكانوا تحت حكم الملك أسمورس، ولكن للأسف فارق الحياة واللي أخذ الحكم من بعده كان ابنه الوحيد، ولأن طفل لا يتجاوز عمره 8 سنوات فالمسيطر على الليلة دي كلها شوية حرامية مش أكتر، وإن قريب جدا المملكة هتولع. وعشان كده أرس عاوز يجمع مجموعة من الموهوبين حواليه استعدادا لليوم ده. وفي الوقت ده ريت بيعرض عليه يتمشوا في البلدة يمكن يصادفوا أي حد في طريقهم ويضموا للفريق. وأثناء بقى وهم كانوا خارجين من القصر بيلاقي ريفن قاعد بيتدرب في وشهم، ولما بيعرف ان أرس رايح يدور على اشخاص موهوبين بيقول له بص يا ابني انا متاكد انك هتبقى شخص عظيم جدا في المستقبل، وده بسبب قدراتك في اكتشاف الموهوبين اللي حواليك. وبيقول له حاول تضم احد موهوبين السحر في الفريق بتاعك لان السحر قادره ان هي تشقلب موازين الحرب كلها. وبالفعل بينطلق هو وريت لاحد البلدان المجاوره، وبيكون عدد الاشخاص اللي فيها اكتر من بلدتهم ب50 مره. وأرس بيقول ايوه هو ده الكلام، اكيد هنلاقي حد هنا موهوب في استعمال السحر. وبيفعل قدرته وبيدور يمين وشمال ولكن بلا جدوى. وبيعدي اليوم
كامل، وأرس بيكون فاقد الأمل خلاص، بس ريت بيقول له إن لسه بدري يا عم، وأكيد هيلاقي اللي هم عاوزينه. وأثناء ما هم ماشيين أرس بيلاقي نفسه في أحد الأسواق، وفي راجل غريب بينده عليه، ولو حابب يكون حيوانك الأليف عبارة عن تنين فأنت في المكان المظبوط يا باشا. وبيحاول يبيع له بيض التنين بسعر خزعبلي، وطبعا أرس بدون تفكير بيوافق، وريت على طول بيحط السكين على رقبة التاجر وبيقول له يعني نصاب وكمان غبي، استحالة واحد زيك يكون معاه بالتنانين بالعدد ده. وثانيا بقى يا باشا، بيض التنانين ما بيكونش عليه بقع زي اللي في ايدك ده اكيد بيض سحالي عملاق. وبيقول له انا هقتلك عقابا ليك عشان ما تضحكش على حد تاني. وارس بيقول له تقتل مين يا ابن الهبله، وبيصوت وبيلم عليه الناس ويكون متضايق جدا منه، وبيقول له كنت سيبني اشتري حلم حياتي اركب تنين منك يا عم ارس انت. وبعد شويه كده بنلاقي ارس خلص اكل وبيروحوا يشتروا حبه حاجات، بس فجاه في حد بيخبط في ارس وبيسرق فلوسه، بس انت فاكر ان ريتا هيسكت له، بيشيل ارس وبيجري ورا الحرامي. واخيرا ريتا بيقدر يشد الوشاح بتاعها. اوبا طلعت بنت مزه قوي، بس هي ليه عملت كده؟ بيدخلوا وراها بشارع جانبي، بس فجاه بيلاقوا عصابه من المجرمين ونازلين طحن في البنت، وارس بيزعق لهم واحد من المجرمين بيتعصب عليه وبيهجم عليه عشان يضربه، بس على مين؟ ده معاه ابن الجامدين، والواد بيصد الضربه وبيقول له هفشخك يالا، وبوم ضربه واحده بيكسر عظمه. الواد بعدها بيتحول لنينجا وبيمسح بالعصابه الارض، وعلى طول ارس بيفعل مهاره التقييم، وفجاه الواد بيترعب. ايوه قدرات البنت دي ما كانتش طبيعيه، لا دي قدراتها تفوق الخيال بالرغم من سنها الصغير. بنت بيقول لها هات الفلوس يا بت، ولكن ارس بيقول له يا عم اركن انت على جنب دلوقتي، وهنا ارس بيقول لها تنضم ليهم باي ثمن. البنت بتقول له انضم ليك ازاي؟ فبيعرفها ان هي تمتلك قدرات سحريه عاليه جدا، فبالتالي محتاجه معاه في الفريق، بس البنت بتقول له مبدئيا كده انا هون عندي ان اموت ولا ان انضم لعيل مدلل زيك. وارس بقى بيحاول يقنعها يعمل اي حاجه عشان توافق، فبتقول له تمام انا عاوزاك تشيل احتكار الاغنياء للي زي كده ويبطلوا يشوفونا كعبيد مش اكتر، والاهم من ده كله عاوزاك تقضي على الجوع اللي مال الشوارع. وبتطلع الفلوس وبترميها عليهم وبتقول له يمشي من هنا بسرعه. ارس بيقول لها بس الناس كانت بتضربك من شويه وانا خايف عليكي، فبتعرفوا بقى ان احد النبلاء كان خاطفها وعاوز يبيعها بس هي هربت منه. وبعدين بنلاقي مجموعه من الايتام بيجروا ناحيتها، وبنعرف ان اسمها جين وبتراعي الاطفال ديت وبتحارب الجوع اللي ممكن يقضي عليهم في اي وقت. ارس بتاثر جدا وبيديها كل الفلوس اللي معاه وبيقول لها اتمنى تاخديهم، وبعدين بيودعها وبيمشي. ولما بيرجع القصر بيقعد لوحده وبيكون حزين جدا على جين والاطفال اللي معاه في الشارع. ريت هو كمان بيحاول يهون على ارس، بس فجاه بيلاقي صوت بينده عليهم. ايوه الاطفال اللي كانوا مع جين وصلوا عنده وبيطلبوا منه المساعده، وبنعرف ان العصابه قبضت على جين من تاني وشكلها كده دي نهايتها. هل يا ترى ارس هيقدر يلحقها ولا لا؟ ولو عاوز الجزء التاني اكتب لي تحت في التعليقات، واهم حاجه ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اللايك والاشتراك، وسلام.